السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله بيكم في حلقة جديدة معانا في القناة. وطبعا الحلقة ديت هتبقى قصيرة جدا، مش زي الحلقات اللي انتم متعودين عليها، انا وهي المضمون الهندسي او عن قسم ميكاترونكس وكمان المشاريع الخاصة بميكاترونكس. الحلقة دي طبعا هتبقى مختلفة تماما عن الحلقات السابقة، ولكن هتفيدنا في اللي هو جاي بإذن الله. النهاردة اعرفك يا صديقي ازاي تشترك في شات جي بي تي المدفوع فور فري بطريقتين مختلفتين. اول طريقه معانا ان انت تشترك مده سنه فور فري، وبعد السنه دي تقدر تدفع لكل شهر 220 جنيه، او انت قبل السنه طبعا ما تخلص بيوم يومين كده تلغي الاشتراك بتاعك ومش هيحصل لك اي حاجه، يعني تستفاد انت بالسنه وبعد كده الغي. تاني طريقه معانا، ودي انا لسه بصراحه ما جربتهاش، ولكن الطريقه الاولى جربتها، ان انت هنشترك في شات جي بي تي لمده 3 سنين فور فري برضو، ولكن دوت اسمه اشتراك مدرسين، ده شات جي بي تي بيقدمه للمدرسين اللي هم في امريكان. فبالتالي هنمسك مع بعض دلوقتي اول طريقه انا وهي اشتراك شات جي بي تي لمده سنه. وكان مشكله الطريقه دي مع الكل ان الطريقه ديت كان محتاجه اولا انك تقدم يعني كفيزا او اي حاجه تقدر تدفع من عليها، وطبعا مش هيخصم حاجه، بس حاجه اثبات ان هو بعد السنه ان هو يقدر يخصم منها. ومشكلتنا ان احنا هنا في مصر ان اغلب الفيز اللي معانا لا تصلح لشراء اي حاجه خارج بره مصر. فبالتالي الطريقة دي إن شاء الله هتنفع مع الكل. أنا جربتها أكتر من 6 مرات مع 6 أشخاص مختلفين وكانت شغالة تمام. فخلينا كده يلا نبدأ في أول طريقة معانا. أولا كده صديقي هتجيب تليفونك الجميل وتروح أول حاجة عندك على متجر بلاي. تمام. هتنزل أول برنامج معانا هنحتاجه النهاردة أنا وهو انديان في بي ان. تمام. هتلاقوا البرنامج تحت، وده هو السوفت وير طبعا اللي احنا هنحتاجه او الابلكيشن اللي احنا هنحتاجه. وان شاء الله هسيب لكم لينك الكلام ده كله في الديسكريبشن تحت. هتعمل له طبعا انستول او تثبيت عندك حسب ما انت عامل اللغه. وتاني حاجه معانا النهارده، ودي الطريقه اللي ازاي هتعرف بيها شات جي بي تي ان انت معاك حاجه تقدر تدفع بيها الاشتراك بعد السنه ما تمر. ودي طبعا المشكله اللي كانت بتواجه اغلبنا وما بيعرفش يعملها. هتخش عندك هنا دلوقتي على الحساب بتاعك على متجر بلاي. هتخش عندك على الاشتراكات، طرق الدفع. تمام. هتنزل تحت هنا هتلاقي لو انت معاك سواء كان فودافون او اتصالات او وي وعامل عليه محفظة، هتلاقي على طول ظاهره لك عندك تحت هنا زي ما هو ظاهر حاليا قدامي كده اضافة فواتير بقى سواء اتصالات او فودافون او وي. فبالتالي هتروح جاي اعمل هنا اضافة فواتير اتصالات. هتعمل تفعيل. طبعا انا ماشي معاكم الامور خطوة خطوة عشان ان شاء الله تعالى الطريقة تنفع معاكم. طيب هنا يا شباب كده بعد ما ضفت البطاقة بتاعت الاتصالات اللي هي محفظة اتصالات، هتلاقي عندك ظاهر لك بالرقم ده كده او بالشكل اللي انت شايفه ده حاليا. هتروح بقى واخد نفسك. تمام وطالع بره. اول حاجة شات جي بي تي هتروح مسجل بيه حساب لو انت مش مسجل. تمام. يعني احنا عاملين تسجيل دخول تبع باستخدام جوجل. اختار طبعا بقى الحساب اللي انت عايز ايه تكمل بيه. تمام. في الطبيعة عندك الحساب اهو هتلاقيه جايب لك عندك هنا ايه الترقية الابجريد للبلس بقى والبرو او جو على حسب ما انت عايز تشترك. مش هتلاقي ان انت مش هتلاقي عندك اللي هو 5.2 متفعل. تمام. هتروح كده طالع خالص من شات جي بي تي. تمام. اهم حاجة تقفله. تطلع بقى من كل حاجة تفتح بقى الفي بي ان اللي احنا نزلناه في الاول. هو بياخد شوية وقت بس قشطة يعني هيفتح. ماشي هتدوس هنا موافقة. كونتينيو. تمام. مش عايزين الحتة دي خالص. تروح جاي كده عامل كونكت او اتصال. تستنى لغاية ما يبدأ الاتصال بعد كده هنكمل باقي الطريقة. هنا كده اتصل. تطلع بقى كده بره تاني. تفتح شات جي بي تي. بص لسه جايب الترقية زي ما هي. فتروح جاي واخد بره او بص. بعد ما كانت في ترقية جاي لك هو تجرب جو. هتقعد تقاس كده عليه. هتلاقيه كاتب لك اهو تراي جو فري فور 12 مانثس. تمام. زي ما قلت لك اصلا كانت المشكله في الطريقه ديت ان انت مش بتلاقي حاجه تدفع بيها، فهنا كده اصبح الامر بالنسبه لنا سهل. هنا بيقول لك يتم التجديد وهو مقابل 0 جنيه مصري في الشهر لاول 12 شهر. تروح داس الترقيه لجو. تمام. كده دي فترة مجانية. هيبدأ بقى طبعا التكلفة أو الدفع من أول 25/12 إن شاء الله. هنا اهوت هتلاقي ظاهر لك الاتصالات أو اتصالات كاش أو المحفظة اللي أنت حسب ما كنت مشترك في دافون أو وي أو موبينيل. هتلاقي ظاهرة لك هنا.
تروح جاي دايس اشتراك، اعمل كلمة المرور هنا كده. بعد ما كتبت كلمة المرور هتلاقي على طول هنا ايه، اكتمل الدفع بنجاح او سكسسفولي حسب ما كنت انت ظاهر عندك. ماشي، هتروح هنا دايس طبعا نعم دوما، تروح جاي دايس حسنا. هنا يقول لك تم الاشتراك بنجاح اهوت. هل تريد بقى إدارة إعداد؟ طبعا أقول له الكلام ده فاكس، لا شكرا. مبروك عليك كده، أنت اشتركت في شات جي بي تي جو لمدة سنة فور فري. تمام. هنا طبعا مش هيكون جايب لك إن أنت اشتركت، لازم كده تطلع بره. وطبعا تقفل بقى الفي بي ان، مبقناش محتاجينه تمسحه أصلا، لو أنت عايز تمسحه مش محتاجه تاني خلاص. هتقفل الاتصال. خلاص بقى كده، ما قفلت الفي بي ان، تروح فاتح شات تاني. تيجي تبص، تخش هنا على الإعدادات، هتلاقي هنا الاشتراك بتاعك جوه اهوت. وعشان تتأكد برضو إن هو شغال تمام، تطلع بره مثلا هنا أهو. هتلاقي هنا كده عندك النموذج ظهر لك اهو 5.2. طبعا هيكون ناقص موضوع اللي هو النموذج اللي هو الموديل اللي هو بتاع السينكينج. طبعا انت مش محتاجه يعني بالاهميه ديت، انت كده عندك كل حاجه دلوقتي اصبحت ايه، موجوده، اللي هو اشتراك 5.2. وطبعا اي ابديت هينزل مستقبلا هتلاقي انت نفسك متفاعل عليه مباشره اوتوماتيك من غير ما تعمل اي حاجه. ودي كده بالنسبه لنا اول طريقه معانا في الاشتراك في شات جي بي تي. تمام. نطلع بقى بره الطريقه دي، نيجي بقى للطريقة التانية. دلوقتي عندك شات جي بي تي منزل لك 3 سنين فور فري للمدرسين اللي هم في الامريكان او اليو اس. فاحنا طبعا هنستغل النقطة ديت ان احنا برضو نشترك، لان اصلا برضو الطريقة الاولانية اللي احنا استخدمناها ديت كانت برضو فور فري للانديان او الهند، بس كان محتاج دفع. اما بقى الطريقة التانية اللي انا هشتغلك بيها حاليا ديت مش محتاجة اي منك دفع، وسيلة دفع مجرد بس ان الايميل بتاعك يكون بتاع مدرس امريكي، هتلاقيه اشتغل معاك الحساب على طول مباشرة من غير اي حاجة. هنفتح اول حاجه عشان خاطر نبدا نعمل الايميل بتاعنا الويب سايت ده. هتخش هنا على كرييت نيو ايميل، طبعا هسيب لكم كل الكلام ده في الوصف تحت يعني. مثلا هنا اختار اي اسم عندك مش محتاجينه، مثلا هنا عبد الله. تمام. اهم حاجه بقى هنا ما تيجي تختار الامتداد بتاع الايميل بتاعك، تختاره هنا اللي هو ال arzi.me. تمام. وتروح جاي عامل هنا ايه، كرييت نيو ايميل. بس هتلاقي كده الايميل ايه، فتح معاك، وهتلاقيه فوق عندك اهو بالمنظر ده. هتاخده كوبي هنا عشان هحتاجه قدام، وتيجي عندك على المتصفح بتاعك، هتيجي تعمل نيو ان برايفت ويندو او المتصفح الخفي، وتيجي كاتب هنا شات جي بي تي تيتشر. هتلاقي عندك هنا اول حاجه ظهرت لك اللي هي شات جي بي تي فور تيتشرز. هتخش عليه، هتلاقيه سايب لك هو هاو تو جيت ستارتد، هتلاقيه مديك اللي هو اللينك ده اللي هو الفيريفيكيشن. هتروح داخل عليه، هتيجي عامل هنا ساين اب فور فري، هتروح جاي مدخل الايميل اللي انت كنت عامله حاليا. تمام. احط بقى اي باسورد مثلا ايه، اي باسورد بالنسبه لك هيكون شغال تمام. دي بقى هنا النقطه اللي انت محتاجها، هنا هيبعت لك كود، تروح جاي رايح تاني المكان اللي انت عملت فيه الايميل، تستنى تنتظر هنا في الميل بوكس وتعمل ريفرش، بس هتلاقي الكود وصل لك على طول. هتروح راجع تاني لشات جي بي تي، عامل هنا بيست كود، مثلا نخلي الاسم بتاعك برضه عبد الله شريف، بريس دي 11/3. ماشي. هيجي يطلب منك هنا تعمل برضه فيريفاي للحاله بتاعتك، وانت طبعا مش محتاج تعمل الكلام ده لان اصلا اوريدي الايميل بتاعك معرف نفسه. فتروح طالع انا كده في البار فوق، شايل كده الفيريفيكيشن لغايه الكلمه دي، وتدوس كده انتر تاني وبس. وكده مبروك عليك شات جي بي تي لمده 3 سنين فور فري. تعمل لسه جو كده سكيب، نايس تو ميت يو عبد الله، ثانك يو ويلكم. بس وتعمل هنا بقى السكيب للتول، مش عايزين جولة احنا. هتلاقي هنا بقى عندك كل حاجة متفعلة. هنا بقى الميزة في الطريقة دي عن الطريقة التانية، انت هتلاقي عندك هنا الموديل بتاع السينكينج، عندك هنا الموديل بتاع الفلاج شيب، وعندك هنا الانستنت، وهتلاقي عندك فيه هنا الموديل اللي هي 5.1 كانت قبل كده، والموديل بتاع 5. هتلاقي كل الموديلز متاحة معاك هنا. تمام. اهم حاجة، انت خلاص كده اشتركت بالايميل بتاعك، انت خلاص كده اوريدي الحساب اشتغل معاك، هيشتغل معاك ان شاء الله لمده 3 سنين. انا طبعا كنت اول مره اجرب الطريقه دي برضو بقالي يومين، بس الطريقه الاولانيه طبعا انا شغال بيها بقالي مده وشغاله تمام يعني، وجربتها عند كذا حد.
اهم حاجه بعد ما تخلص الحاجات دي كلها تروح على الايميل بقى اللي انت عملت له كرييت قبل كده، وتحفظه بقى. هتلاقي عندك هنا في الاكونت سيتنج، عندك هنا في الشو ادرس اديشنال، دوس هنا تحت هتلاقي في عندك ايميل اهوت، او هنا يو ار ال سايبهولك، تاخده كده كوبي. انت اصلا بص لو جيت عملت جو تو لللينك دوت، هتلاقيه فتح معاك الايه الايميل بتاعك. المهم فتح واخد بالك اللينك دوت كده كوبي، بحيث ان انت بعد كده لما تيجي تحتاج تخش على الايميل دوت هيجي لك عليه مثلا فيريفيكيشن كود او اي حاجه تانية، تقدر تخش عليه بكل سهوله. مبروك كده عليك يا صديقي، الشات جي بي تي فتح معاك سواء عندك الطريقه الاولى والطريقه التانية. وطبعا يفضل يعني انك تبدا بالطريقه الاولى الاول، ولو نفعت وبرضه خلي معاك الطريقه التانية دي كده حاجه احتياطيه، لان الطريقه الاولى هي اللي شغاله يعني، وهتبقى على الايميل الاساسي بتاعك، مش هتحتاج تعمل بقى كريت ايميل ولا الكلام ده كله. ومبروك عليكم، ودي كده كانت حلقه النهارده، حلقه بسيطه بس ان شاء الله موضوع الشات دوت هنحتاجه كده قدام في الشرح اللي هينزل بعد كده. دعواتكم لينا خلاص، الفاينل بعد 3 4 ايام اهوت من دلوقتي، فنسأل الله التسهيل. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سي سون يا رجال.